السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معظم الناس عارفة الفوائد الدينية العظيمة والأجر والثواب لصلاة الفجر، خاصة لو كانت في جماعة. النهاردة هكلمكم إن شاء الله على الفوائد العلمية لهذه الصلاة العظيمة. صلاة لو التزمت بيها كل يوم هتغير صحتك، نفسيتك، طاقتك، طريقة تفكيرك، وكل ده على حسب كلام العلم، مش مجرد كلام ديني. وإزاي العلماء والباحثين اكتشفوا إن اللي كان منطقي دينيا أصبح مثبت علميا. بس قبل ما نبدأ يا ريت تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يصلك كل جديد من قناتنا. أول حاجة نعرف إزاي بنحدد وقت صلاة الفجر. العلماء ميزوا بين 3 أنواع من الفجر: الفجر الكاذب والفجر الصادق والشفق. الفجر الكاذب أول ضوء بيظهر وبيكون عموديا زي عمود النور، بعد كده بيختفي، وسببه العلمي هو ضوء منتشر في الفضاء بيسمى ضوء البروج أو الشفق البروجي، لا يتعلق به أي أحكام شرعية كالصلاة والصيام. أما الفجر الصادق وهو ضوء اللي بيكون بالعرض مش بالطول في الأفق، وبتكون ساعتها مركز الشمس 18 درجة تحت الأفق الشرقي، وهو ده وقت أذان الفجر واللي بيبدأ عنده الصيام. والوقت بين الفجر الكاذب والفجر الصادق حوالي نص ساعة. أما الشفق ففي 3 أنواع من الشفق: الشفق الفلكي وهو يمثل الفجر الصادق، والشفق البحري وهو إضاءة الغلاف الجوي، ساعتها الأرض تبدأ تتميز عن السماء بس من غير معالم، والشفق المدني هو إضاءة الغلاف الجوي بس عنده بتبدأ معالم الأرض تظهر. أول حاجة تنشيط الدورة الدموية، لأن الاستيقاظ بدري وتحريك الجسم في لحظة هدوء كاملة بيزود تدفق الدم للأعضاء الحيوية، وده بيخلي الجسم يصحى بسرعة ويحس بطاقة أعلى طول اليوم. تاني حاجة تقوية جهاز المناعة، لأن في وقت الفجر مستوى الكورتيزول وهو هرمون النشاط بيكون في أعلى معدل طبيعي ليه، وده بيساعد المناعة تشتغل بكفاءة، وده مثبت في دراسات كتيرة عن الهرمونات والساعة البيولوجية. تالت حاجة تحسين صحة القلب، لأن قيامك من النوم في أول اليوم بدون إجهاد وبحركة تدريجية زي الوضوء والصلاة بيحسن ضخ الدم ويقلل خطر الجلطات الصباحية اللي بتحصل بسبب النوم الطويل. رابع حاجة تقليل التوتر والقلق، لأن صلاة الفجر بتخلي الجسم يعمل إعادة تشغيل نفسي. التركيز والخشوع والدعاء بيساهموا في تهدئة الجهاز العصبي وتقليل إفراز الأدرينالين. خامس حاجة تنظيم الوزن والتمثيل الغذائي، لأن الاستيقاظ بدري بيساعد على تثبيت مواعيد الأكل وتقليل الشهية الليلية وتحسين الحرق، وده مثبت علميا. أي شخص بينام متأخر ويصحى متأخر معدل حرقه بينخفض. سادس حاجة تقوية الذاكرة والتركيز، لأن الجسم والدماغ في لحظة الفجر بيكونوا في قمة الصفاء. الوضوء والحركة الخفيفة مع الدعاء بينشطوا الفص الجبهي في المخ اللي هو بيسموه البري فرونتال كورتكس، المسؤول عن التركيز واتخاذ القرار. أول حاجة الضوء الأزرق الطبيعي للفجر اللي العلماء بيسموه البلو لايت، وده مميزاته إنه بيعمل إعادة ضبط للساعة البيولوجية وبيساعد على زيادة التركيز وتحسين الحالة المزاجية وتقليل الاكتئاب ورفع هرمون السيروتونين اللي هو بيسموه هرمون السعادة. تاني حاجة تنظيم هرمون الميلاتونين، لما بتصحى بدري الجسم بيبطل إنتاج هرمون النوم في الوقت الصح، وده بيخليك تنام أحسن، تنام أسرع، وتصحى بنشاط. تالت حاجة ارتفاع هرمون الكورتيزول الطبيعي، لأن الكورتيزول الصحي بيوصل لأعلى معدل ليه وقت الفجر، ولو صحيت في الوقت ده هرمونك بيشتغل طبيعي، وده بيخلي جسمك يصحى بسرعة، يتخلص من الخمول ويزيد الحرق. رابع حاجة تأثير الوضوء على الأعصاب،
الدراسات بتقول إن الماء البارد على أماكن معينة من الجسم زي الوش واليدين والرجلين بيساعد في تنشيط الأعصاب وتحسين تدفق الدم وزيادة اليقظة وتقليل التوتر. خامس حاجة تأثير الصلاة على الجهاز العصبي. السجود تحديدا بيثبت معدل ضربات القلب وبيخلي المخ يدخل في حالة استرخاء عميق، وده مشابه لتأثير تمارين اليوجا. علماء النفس بيأكدوا إن الاستيقاظ مبكرا بيدي الإنسان وضوح ذهني، مزاج أفضل، وطاقة نفسية عالية، وده لأنه بيتزامن مع نشاط الجهاز العصبي الباراسمبثاوي. علماء الأحياء والباحثين اللي بيشتغلوا في مجال الساعة البيولوجية قالوا إن الإنسان اللي ينام بدري ويصحى وقت الفجر عمره الافتراضي بيبقى أطول، صحته النفسية بتبقى أفضل، معرض أقل للأمراض المزمنة، وده بالضبط اللي بيحصل مع اللي بيلتزم بصلاة الفجر. في دراسات طبية اتعملت كتير على صلاة الفجر، وأشهرها دراسة أمريكية تمت على 1200 شخص، لقت إن الناس اللي بتصحى بدري بيبقى عندهم معدل اكتئاب أقل، إنتاجية أعلى، تركيز أقوى، جهاز مناعي أفضل. أما علماء الأعصاب لقوا إن السجود وملامسة الجبهة للأرض بتقلل النشاط الزائد لمراكز القلق في الدماغ، وتزيد من إفراز مادة جابا اللي بتهدي الأعصاب. أما أطباء القلب بيقولوا إن أخطر وقت لحدوث الجلطات هو بعد الفجر مباشرة، ولو بيصحى بدري وبيحرك جسمه قبل الوقت ده نسبة المخاطر عنده بتقل بشكل كبير. صلاة الفجر مش مجرد صلاة، دي نظام حياة كامل، عبادة بتهدي القلب، علوم بتدي طاقة، ودراسات بتثبت إن الإنسان بيعمله في لحظة الفجر هو أفضل استثمار صحي وذهني في يومه كله. لو عاوز تتغير ابدأ بالفجر. في الآخر، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك ليصل لأكبر عدد من المشاهدين لتعمل فائدة، واشتراك في القناة وتفعيل الجرس. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.